كيف ممكن تصور فيديو بهذه الطريقة. في البداية السلام عليكم ويسعد لي اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنتكلم عن طريقة تصوير البوكيه وطريقة الرفع بعد التصوير. ممكن البعض ما يعرف يعني بوكيه. المقصود في البوكيه انك تصور اضاءة تكون مغبشة مش واضحة، الفوكس يكون على شيء غير الاضاءة وتطلع الاضاءة بشكل دائري مثل اول فيديو شفتوه. بس استعرض لكم بعد هذه السنابة شوية فيديوهات توضح البوكيه بشكل اكبر. طريقة التصوير جدا سهلة وشرحتها أكثر من مرة، ولكن الشرح هذا أنا سويته عشان نزله على اليوتيوب. المهم نحن نحتاج إنه نطلع برا عشان نشرح بشكل عملي، فيلا خلونا نسيب برا. الحين أول شيء تسوي تدخل على كاميرا الآيفون الأساسية وتقرب إيدك من الكاميرا، اضبط الفوكس على إيدك. يوم ينضبط الفوكس اضغط ضغطة مطولة عشان تكبر الفوكس. بعدها الفيديو بيتحول وياك كبوكيه وممكن تصور عادي. وبهذه الطريقة نحن صورنا البوكيه. حاليا إذا حاب ترفعه على السناب كيف ممكن ترفعه بدون ما يظهر لك إنه من ألبوم الكاميرا؟ تابعوا وياي. عشان نرفع الفيديو على السناب أول شيء نتأكد إن مدة الفيديو أقل عن 10 ثواني. في حال إنه أكثر من 10 ثواني راح نحتاج هذا التطبيق عشان يقطع لنا الفيديو حق أجزاء. ثاني شيء إذا الفيديو توك مصورنه فدايركت تنقله حق ملف السناب، ولكن إذا الفيديو مصورنه قبل 24 ساعة تحتاج انك تجدد تاريخه. وعشان تجدد تاريخ الفيديو تدخل على ستوري انستغرام، ممكن تجدد من خلال ستوري انستغرام، تنزل الفيديو وترجع تحفظه من جديد. الخطوة اللي بعدها تنقل ملف الفيديو حق ملف السناب، تضغط تحديد، بعدها اضافة الى، تنزله في ملف السناب. حاليا تدخل على السناب، بعدها ندخل على اعدادات الذكريات، بنحصل عندنا استيراد سناب من ألبوم الكاميرا، بنحصل السناب نحددها ونضغط استيراد سناب واحدة. نرجع ورا ونضغط على الذكريات، هذه هي. حاليا نحدد على الفيديو ونضغط تعديل، ممكن نعطيه زوم إذا كان عندكم آيفون إكس، وبعدها تنزل ستوري عادي. حاليا لو دخلنا على الفيديو ونشوفه يكون كأنه تونا مصورينه منذ دقيقة تقريبا. انزين الحين انا صار لي فتره اشتغل على عدسه حق السناب، فكرتها ان تسوي لك بوكيه، يعني بدل ما تستخدم كاميرا الايفون لا من خلال هذه العدسه تسوي بوكيه. ولكن للاسف ما وصلت حق النتيجه المطلوبه او النتيجه اللي انا ابغاها، لان التطبيق ولا البرنامج اللي استخدمه مقيد نوعا ما، يعني ما في امكانيات كافيه عشان اطبق هذا الموضوع. ولكن طلعنا بعدسه اتوقع انها بتعجبكم. العدسه تسوي لك شويه بوكيه، يعني مش بوكيه، شويه بوكيه على الخفيف، ولكن تسوي لك بلور جميل، يعني تشوش لك المنظر. يوم تصور شيء بكاميرا الاماميه او الخلفيه الموضوع يكون مشوش، ما يبين شيء، ولكن تحس ان في اشياء. خلوني استعرض لكم العدسه بشكل اوضح. هذه هي العدسه، لو تلاحظون التغبيش اللي بيصير حاليا، قبل بعد قبل بعد. طبعا ممكن من خلال السناب تغبش، يعني تحط ايدك وتضبط الفوكس عليها يتغبش وياك، ولكن اذا حركت الجهاز خلاص الفوكس يرجع نفس ما كان. بس من خلال العدسة هذه خلاص لو تضغط ما يرجع لك الفوكس نفس ما كان، يظل يعني يظل بهذا الشكل. ومثل ما ذكرت انه ممكن يسوي لك بوكيه على الخفيف. حاليا ما عندي اضاءة عشان نجرب، ولكن ممكن انتم تنزلونها وتجربونها. اليوم ان شاء الله بصور فيها. الحين بعد هذه السناب بحط لكم العدسة، كل اللي عليك انك تسحب الشاشة وتسوي لها الغاء للقفل. في حال ان العدسة عجبتك فمش غلط انك تطرشها حق ربعك.